هدف اتحطت من بين الاتنين على طول عند العرسان، يحطها في اليمين فاضي تماما تماما ويلعب على طول علي حجبي، ترجع تاني. كل ده كرة بين اقدام لاعبي ايه؟ لاعبي الاردن، عرضية ابو حشيش ينزلها لورا. يا اخوانا في ايه؟ مش ممكن الراجل بياخد الكرة من بين اتنين مدافعين يا جماعة، من بين اتنين مدافعين. رجعت تاني، الضغط ضغط واستحواذ وسيطرة وفرص وتغيير لعب وكله ده المنتخب الاردني. ادي بيرجع الراجل ورا عند حارس مرماه اللي مفيش حد قريب منه خالص. نشعر وكأننا نلعب ناقصين. شوف محاولة تانية خطيرة يا راجل، شرارة. يا راجل يا شرارة، يا راجل حرام عليك، حرام عليك يا شرارة. وديتنا فين يا ابني؟ بيقول له سيبني عايز افرح، سيبني. جول تاني يا جماعة، جول تاني بتصويبة ايه؟ بالقدم اليسرى ايه؟ روعة الروعة تستقر في القائم الايمن لمرمى بسام وتسكن الشباك مع الدقيقة ال40. بينما نبحث نحن عن هدف التعادل يفاجئنا المنتخب الأردني أن شام بلاعبهم شرارة الذي يرسم البسمة على شفاه جماهيره في الملعب وعلى شفاه مدربه جمال السلامي. كرة خطيرة حلوة، يرقص داخل منطقة 18 ومن بين السردباك والباك ليفت يصوب. يا ولد بصراحة بلدي علمتني أن أشيد بالإبداع، وهذا ما أراه يا دكتور عادل يا كابتن عمر، إبداع كروي في هذا الهدف الثاني. شرارة يعني مميز جدا في المراوغه اللي عملها والقرار اللي واخده بالتسديده يا كابتن اشرف يا كابتن عمر. بس انا لازم ارجع اللقطتين اللي قبل الهدف. كره بتتلعب من نص الملعب، اللاعب اللي جاي بيستلم الكره ما وقفش، فيه هارموني جامد جدا ما بين لعيبه المنتخب الاردني عشان يلعبها لشراره. عشان انت حته البطء اللي عندنا، انت اللعيب اللي بيستلم الكره عندنا لازم يوقف الكره ويشوف القرار اللي هيعمله. هم عندهم سرعه في الاداء وهارموني عظيم جدا خلاهم يقدروا يسجلوا الهدف الثاني. هدف رائع جدا من شرارة اللي يعني عامل ازعاج هو والفخوري وكمان احمد العرسان. بصراحة المنتخب الاردني مع نهاية الشوط الاول يا كابتن عمر يستحق التقدم بهدفين. يستحق لان زي ما قلنا هو الافضل في كل شيء الحقيقة، يعني دفاعيا وهجوميا، خاصة دفاعيا عندنا كوارث بتتعمل. واضح الاربعه اللي بيلعبوا مفيش اي نوع من انواع التفاهم، مفيش رقابه حتى الديفندرين ولا واجبات المراكز بتاعتهم نفسها بينفذوها. مش موجوده خالص يعني. وبالتالي زي ما قلنا في بدايه المباراه هنقابل مشكله للمنتخب الاردن وهي ثلاثي خط الهجوم. وده فعلا اللي حاصل لحد وقتنا هذا. هل احنا ما درسناش المنتخب الاردني؟ درسنا، بس امكانياتنا وقدراتنا يبقى نعترف بده بقى. طبعا نعترف. لا مفيش ولما كلام. نسمع بقى اسعار العقود والتنقلات والدوشه دي كلها نقول لك قف خد نفسك كده شويه، اهدى معانا شويه، اهدى معانا شويه، لان اللي بيحصل ده يا جماعه لا يليق. عارف حضرتك دول لو منتخب اولمبي او مجموعه عناصر صاعده واعده ماشي، انما انت بتتكلم على فيرست تيم معظم هؤلاء لعب دولي. صحيح. فريق اول منتخب. بالمناسبه احنا لما شاركنا حتى في كاس العرب كده مع الكابتن حلمي طولمبس بالمنتخب اللي هو يعتبر من تحت السن في 98 ما حدش اتكلم. في 2012 لما شاركنا بمنتخب مع الكابتن هاني رمزي الاولمبي اللي كان بيستعد للاولمبياد ما حدش اتكلم. ولكن المره دي انت في عندك لعيبه كتير في الملعب. وبرضه مع كيروش لما دخل عناصر استفاد منها المنتخب الاول واكتشفت زي احمد ياسين، زي محمد عبد المنعم، زي حسين فيصل، زي المرحوم احمد رفعت، عمر كمال وامام عاشور كمان ادى. كل دول. انما انا دلوقتي دول يعني تغفر لهم هذه الذله ازاي؟ مش عارف. وما اقدرش احمل حلمه طول لا حاجه. ده راجل جاي شهرين وجايب عناصر المفترض فيهم ان هم جاهزين، لكن صراحه ينقصهم طبعا حاجات كتيره جدا في اساسيات وتدريبات وهكذا. الفرق بين الاردن وبينك ان المنتخب الاردني مغير التشكيله كامله، لكن هذه التشكيله نفس السيستم ونفس الاداء هي موجوده معاه زي ما قلنا في التصفيات كاس العالم، وفيه كانوا بيلعبوا على فترات، اذا متواجدين في معسكرات نفس الروح ونفس الشكل. الله عليك يا كابتن عمر، الله عليك يا كابتن عمر. على فكره شوف برضه ضربه الراس فين. الراس فين؟ هزود حاجه على الكابتن عمر في حته الانسجام ما بينهم. نفس طريقه اللعب دي كانوا بيلعبوها مع الحسين عموته في كاس اسيا اللي خدوا فيها وصيفه كابتن عمر. طبعا. فهم ماشيين بنفس السيستم وذهبوا لنفس المدرسه المغربيه. فما تغيرش امور كتيره. فعشان كده حتى يفسر لك لعبوا بالصف الثاني النهارده ولكن التناغم واضح جدا في كل شيء عكسنا تماما يا كابتن عمر. لان برضه المدرب موجود معاهم بقاله فتره. طبعا عكس لما يجي لك شهر ونص يعني. طبعا.
احنا مش بنلوم يا جماعة، احنا بنتكلم على الاستفادة من الدروس. يعني مشكلتنا ان ذاكرة العوام 3 ايام زي ما قال الجبرتي، يعني عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المصري الشهير، مش مؤرخ رياضي زي الدكتور عادل سعد، قال ايه؟ ذاكرة العوام 3 ايام، بعد 3 ايام هيتنسي الماتش. لكن احنا عايزين نتكلم في ايه؟ انه يا جماعة الخير مفيش مشكلة نغلط، مفيش مشكلة نخسر، دي رياضة ودي كورة، لكن لما يكون عندنا خسارة نتعلم من الدرس ونحلل ونفسر كيف لا نعود لمثل هكذا خطأ. الكورة تمريرة عرضية هي عادية تماما تطلع تماس. اللعيبة يعني 2 دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع بدأنا فيهم. النتيجة على حالها في الملعبين، ثنائية إماراتية على الكويت وثنائية أردنية على منتخب مصر. يعني أتمنى إن جمال سلامي ما يعملش تبديلات من التقال اللي بره. من التقال اللي بره. والله أنا شايف اللي جوه تقال ده يمكن يعني يمكن لو لعبوا اللي بره كان منتخبنا يشد أكتر وياخد باله أكتر. احنا بنوزن الفرق يا كابتن، قدرات، بس اللاعب المصري بيوزن الفرق، قدرات وامكانيات وفتره تدريب قصيره جدا. نعم. ما اوجدتش الانسجام بالنسبه للمنتخب المصري. نعم. والعناصر اللي بره مش كتيره تقدر تخليك تعمل اللي انت عايزه بين الشوطين. مباراة الامارات مع الكويت بفوز الامارات 3-1، ومباراة مصر مع الاردن فوز الاردن 3-0. والله 3-0 للاسف الشديد. 3-0 اتغلبنا 3-0، وبكده ودعنا البطولة بشكل لا يتناسب مع يعني الكرة المصرية ولا اي شيء. يعني حاجة تحزن بجد، حاجة تحزن عدم التنسيق، ان احنا ما عندناش تنسيق، ما عندناش ان الناس بتنسق مع بعضها المنتخبات. انت تاخد ده وانا اخد ده، طب خد جهز لي ده، طب خد ظبط. سمعة مصر اكبر من مشاكل بين الاثنين المديرين الفنيين. سمعة مصر اكبر من كده بكتير. ومعلش مع احترامي، المهندس هاني ابو ريده كان فين انه يقعد يجيب الناس دي ويقعدوا وشوفوا ونسقوا واشتغلوا وتعبوا. سمعة مصر اكبر من كده بكتير. ومعلش مع احترامي، المهندس هاني ابو ريده كان فين انه يقعد يجيب الناس دي ويقعدوا وشوفوا ونسقوا واشتغلوا وتعبوا. لكن بالمنظر ده، اخرج بالمنظر ده، يعني شيء بصراحة صعب جدا جدا جدا. يعني كابتن عمر، لا مش هل دي مبررات تقنعك؟ لا طبعا، لا ما تقنعش طبعا، لان انت النهارده مهما كان ده كمان بيلعبك بالبدله. ال 11 لعيب نفسهم اللي في الملعب متغيرين، مش بيلعبك بالاساسيين. فبالتالي النهارده طبعا كان عندهم روح وعندهم التزام تكتيكي ولعيبه. بصراحه انا البطوله دي منتخب الاردن ومنتخب فلسطين بالنسبه لي حاجه رائعه. طبعا المنتخب السوري ماشي في النتائج كويس قوي، لكن الاداء مش مقنع. هو بيعرف يكسب، لكن اللعب مع اداء رائع. انا شايف ان فلسطين والاردن عاملين. طبعا الف مبروك لمنتخب الاردن الشقيق ولشعب الاردن الشقيق. انا مصري بقول لك المنتخب الاردن يستحق الفوز وعن جداره، ورغم انه كان بيلعب بالاحتياطي لكن بصراحه اداء ولا اروع. ومش بس المباراة دي، المنتخب الأردني بقاله فترة كبيرة جدا بيقدم كرة قدم حديثة وجميلة جدا. المنتخب الأردني، الكرة الأردنية بصفة عامة متفوقة تماما في السنتين الأخيرة. كرة جميلة، كرة حديثة، فكر تخطيط، اهتمام بقاعدة ناشئين. كرة أردنية تجربة تستحق المشاهدة وتستحق التحية بكل أمانة. المنتخب الأردني النهاردة مفيش فرق، ما تحسش ان في فرق بين المنتخب بالاساسي والاحتياطي. لعيبه رجوله، لعيبه كلهم حماس، اداء ولا اروع، تكتيك، خطط في الملعب، كره حديثه بتتقدم من منتخب الاردن. انا كمصري توقعت قبل المباراه وقلت لكم ان منتخب الاردن هيفوز على منتخب مصر حتى لو لعب بالاحتياطي. انا قلت الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على شواهد اداء منتخب الاردن في البطوله، بناء على اداء المجموعه اللي بتمثل مصر، منتخب حلمي طولان ده. ان بصراحه ما كانش اي فيه بوادر تؤهله ان هو هيفوز ولا هيحقق اي فوز، عشان تكونوا عارفين يعني. لكن انا مصري بحيي منتخب الاردن وبحيي مدربه، المدرب المحترم اللي بيقدم كره حديثه عادل السليمي، وبقول ان منتخب الاردن لا خوف عليه في كاس العالم اطلاقا. انا بقول لك كده، مفيش خوف على كاس العالم، في كاس العالم منتخب الاردن، ومتوقع ان هو هيعمل نتائج مشرفه لكل الكره العربيه.